مساء الخير على كل اخواتي وحبايبي. طبعا اللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل الجرس وكمان يعمل لايك لو عجبك الفيديو. النهارده معانا اول ماتش لاتفيا وارمينيا. لاتفيا خسر كل الماتشات اللي هو لعبها. ارمينيا كسبت ويلز وكسبت لاتفيا وكمان اتعادلت مع تركيا. بنختار فوز ارمينيا في احد الاشواط. ونروح لماتش ألبانيا والتشيك. لعب في ألبانيا. المستوى بين الفريقين متقارب جدا ومعدل الأهداف هيبقى قليل، فهنتوقع أهداف متتالية بوسط فريق واحد 3 أهداف أو أكتر. ليه؟ جينا لأندورا وكسوفو. الفريقين خامس وسادس ترتيب، بس كسوفو أقوى بكتير، فبنتوقع فوز كوسوفو. نروح لماتش بيلاروسيا ورومانيا. رومانيا طبعا أقوى بكتير، بس المباراة في بيلاروسيا، فهنتوقع فوز أو تعادل رومانيا. جينا الماتش جزر فارو وبولندا. جزر فارو اقل فرقه في المجموعه وبولندا فازت عليها 2-0 في الماتش الاولاني، هنتوقع فوز بولندا. ونروح لماتش قبرص والنرويج. قبرص خسرت 5 ماتشات اللي هي لعبتهم سواء على ارضها او بره ارضها. النرويج عنده 7 نقط، هنتوقع فوز النرويج. ونروح لماتش كرواتيا وتركيا. كرواتيا لعبت 4 مباريات، كسبت 3 وتعادلت 1 بس مع ويلز، هنتوقع فوز كرواتيا في احد الاشواط. نروح للماتشات الودية. أول ماتش معانا النهاردة الإمارات والكويت، هنقول مجموع أكتر من 1.5 هدف. بعد كده ماتش البحرين وكراغستان، هنقول فوز أو تعادل البحرين. الجزائر والراس الأخضر، هنقول فوز الجزائر. السويد ومولدوفا، هنقول فوز السويد. جورجيا وتايلاند، هنقول فوز جورجيا. وفي الآخر مصر وزامبيا، هنقول فوز منتخبنا منتخب مصر. ونيجي دلوقتي للأسايم. معانا النهاردة 3 أسايم. ال3 أسايم كلهم في نفس اليوم اللي بتتلعب فيه ماتشات، وفيهم أسايم للي احنا توقعناه. ال3 أسايم الكود موجود على الشمال، تقدر ان انت تختار منهم اي قسيمة تعجبك، حملهم ال3 واختار اللي انت عايزه ونزله. وصلنا دلوقتي للمسابقة. المسابقة ان شاء الله هتبقى على ماتش اسبانيا واسكتلندا. هتتوقع نتيجته في التعليقات النتيجة الصحيحة، وتكون عامل لايك للفيديو ومشترك في القناة.